يا مساء الورد والفل على المستمعين الجمال. أهلا بكم في برنامجنا الجديد أيامنا الحلوة. هنتقابل معاكم الخميس من كل أسبوع، نحكي وندردش على مواقف كتير بنمر بيها في حياتنا، مواقف إيجابية ومواقف سلبية كمان، ويا رب موضوعات الحلقات تعجبكم. يا رب أيامنا كلها تكون حلوة حتى لو بتعدي علينا أيام مرة. محدش عارف الخير فين، وربنا دايما شايل لنا الخير. لو فكرنا كده صدقني هنحس إنها حلوة. معاكم أميرة غزال وأحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان كلمة الحق. في مقولة يا أحمد بتقول إن الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنت موافق على المقولة دي؟ بص يا أميرة، أنا شايف إنه ما ينفعش التعميم في حاجة زي كده، علشان في حالات الإنسان فيها بيتعرض لمواقف بيلاقي صعوبة إنه يقول كلمة الحق رغم اقتناعه من جواه بيها. والله يا أحمد أنا معاك فعلا في النقطة دي، بس عايزة أفرق ما بين إنك توافق على حاجة غلط وإنك تقول كلمة الحق. عشان كده إحنا محتاجين نقول شوية أمثلة نعرف الفرق كويس ما بينهم. طب يا أميرة يلا بينا. عندك في الشغل مثلا في موظفين كتير بيخافوا يخسروا وظيفتهم لو قالوا كلمة الحق. بصراحة لازم نعذرهم ونحط نفسنا مكانهم. واحد عنده التزامات، أعباء كتير، مصاريف، وأوقات بيشوف حاجات مش راضي عنها من جواه، بس ما بيقدرش يتكلم وبيسكت. بس هنا يا أميرة لازم نفرق بإنه بيسكت عن كلمة الحق بس، أو إنه بيشارك في مخالفة أو يشارك في فساد. ده مش صح طبعا حتى لو خسر وظيفته، لأن كده فلوسه هتكون من مال حرام. ولو ساب الوظيفة علشان خايف من شبهة المال الحرام، أكيد ربنا هيعوضه بوظيفة تانية. فهمتك يا أحمد، معاك في الجزئية دي جدا. أهم حاجة إن إحنا ما نسقفش للباطل. طب تعالي بقى أقولك على مثال كمان. في كمان المجاملات بتخلينا ما نقولش كلمة الحق. تعالي مثلا كده لو في تجمع عائلي والزوج بقى بيتسأل إيه رأيك في طبيخ مراتك؟ طبعا حتى لو كلمة الحق إنه طبيخها مش أحسن حاجة، أكيد حفاظا على صورة مراته قدام التجمع ده هيقول إن طبيخها حلو وجميل. أو مثلا الست تقعد تطلع عيوب جوزها قدام الناس، وده بيعمل ويخلي ويسوي. يا اختي فضحت الراجل قدام الناس. صراحة أنا بشوف إن دي قلة ذوق قوي من الست. ليه تدي انطباع مش كويس؟ لازم تحافظ على صورة جوزها قدام الناس وما تطلعش عيوبه أبدا. وكمان نفس الشيء بالنسبة للراجل، ما يطلعش عيوب مراته أبدا أبدا. والله معاكي طبعا يا أميرة، لو الاتنين حافظوا على الجزئية دي أكيد مشاكل وخلافات كتير هتتحل. خدي عندك بقى كمان يا أميرة المثال ده. لو كلمة الحق بين الصحاب، لو انت وصاحبك هتشوف حاجة غلط في صاحبك هتقوله؟ هتنصحه بينك وبينه؟ ولا هتقول ده قدام اصحابكم؟ هتنصحه حتى لو هتخسر علاقتك بيه؟ ولا هتخاف علاقتكم تتأثر لو واجهته وقلت له كلمة الحق؟ أنا شايفة يا أحمد إني لازم أنصح صاحبتي لو شفت حاجة غلط ممكن تأثر عليها بالسلب أو تضرها، بس طبعا الكلام ده لازم يكون بيني وبينها بأسلوب هادي عشان تتقبل النصيحة وتبقى حاسة وعارفة إني فعلا عايزة مصلحتها. أما بقى لو أصرت على الغلط ولا على موقفها وأنا حسيت إن ممكن ده يضرني، لا، في الحالة دي هنسحب وتجنبها. إنما بقى لو في طباع شخصية، أكيد كلنا مختلفين في الطباع وكل واحد عاجباه نفسه وبيرتاح معاه. والله كمان في من الأمثلة الشهيرة برضه في كلمة الحق مجال الرياضة وتشجيع كرة القدم بالأخص. بنشوف التعصب الأعمى للأندية بيخلي المشجعين دايما ما يقولوش كلمة الحق أبدا، حتى لو النادي بتاعهم أو اللاعب اللي بيحبوه عمل حاجة غلط. دايما بيكونوا في صف النادي أو اللاعب حتى لو عمل إيه. والله بص أنا مش متابعة قوي يعني الكورة، بس لما بتابع بشوف تصرفات غلط كتير وتجاوزات أخلاقية من اللاعبين، وأخش بقى على مواقع التواصل الاجتماعي ألاقي الجماهير بتدافع عن الغلط،
ببقى اللي هو متنرفزة قوي. انت ايه اللي يخليك ما تقولش كلمة الحق وترضي ضميرك؟ ما تقول غلط غلط. والله عندك حق يا أميرة. عزيزي المستمع، دي بعض الأمثلة لكلمة الحق في حياتنا اليومية، وانتوا كمان لو عندكم أمثلة تانية يا ريت تقولوها لنا، ومستنيين تعليقاتكم أكيد. ويا رب نشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم أيامنا الحلوة. كان معكم أميرة وأحمد.